بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهاردة افكارنا سهلة جدا وبسيطة جدا من اعادة التدوير. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي طبعا النهاردة اللي هستخدمه في الفيديو بتاعي السلك ده. عندي هنا جزئين، الجزء ده 15 سنتي والجزء اللي هو الصغير ده 6 سنتي. هعمل ايه؟ هستخدم الالوان ديت وهبتدي ان انا الف الجزء الكبير بلون الروز والجزء الصغير باللون الاوف وايت. انا هنا ده بستخدم ده سلك كهرباء، عندي سلك دش، اي حاجه من الحاجات دي بقدر استخدمها واعمل بيها الفكره بتاعت النهارده ان شاء الله. بعد ما لفيت الجزء الكبير والجزء الصغير هبتدي الف كده على اي حاجه مدوره تديني الدوران اللي احنا شفناه ده، والجزء الصغير هلفه على قلم عادي خالص. بعد كده هبتدي اقفل الجزء الصغير على بعضه، وبعد كده هبتدي اجيب الجزء الصغير الزقه في الجزء الكبير وهضمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام كده، ومش بسيبه، بفضل ماسكاه لحد ما يلزق معايا. مجهزه هنا معايا حوالي 14 قطعه. عندي ده هنا غطا جردل، الغطا الجردل ده مش الكبير ولا الصغير، ده غطا الجردل اللي هو الوسط. تمام. حطيت قطعه كرتونه في التجويف اللي موجود في الغطا من الناحيه اللي من قدام، ومن الناحيه التانية حطيت برضو قطعه كرتونه عشان يبقى مسطح معايا. بعد كده هبتدي ان انا اغلف القاعده بتاعه الكرتون او الغطا الجردل بقطع من القماش. تمام كده. وبعد كده طبعا الزياده اللي انا بقص فيها دي بتنيها على الجوانب بتاعه الغطا. هاجي بعد كده طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه، طبعا انا مستخدمه بواقي قماش او قماش كوخ المتوفر. وزعت برضو شمع تاني، وده الجزء الامامي اللي انا هشتغل عليه، وهوزقه هنا برضو قطع من قماش الكوخ وهغلف فيها كده، زي ما احنا شايفين بضغط كويس جدا في الجوانب عشان اضمن ان هو لازق معايا. هجيب بقى اجزاء اللي احنا عملناها مع بعض الشكل دوت، وهبتدي ان انا الزقهم كده جنب بعض. بوزع شمع كويس جدا وببتدي ان انا الزقهم على الطرف بالشكل ده. تمام كده. تقدروا تنسقوا الالوان زي ما انتوا عايزين. انا هنا خدت معايا 14 قطعه. جبت كمان جزء من السلك، نفس السلك كده على قد الدوران او قطر الغطا الجردل بتاعي، وابتديت ان انا الزقه في بعض والف عليه قطع من اللزق، وبعد كده هبتدي ان انا الف عليه خيط. تمام. بالشكل اللي احنا شايفينه ده بسيط خالص وسهله جدا الفكره، ما فيهاش اي حاجه وما خدتش مني اي خامات على فكره. تمام. بعد كده هجيب جزء هنا مجوز، يعني قطعه من الخيط مجوز، هبتدي ان انا دلوقتي كده الفها زي ما احنا هنشوف. انا دلوقتي ثبتها الاول، ثبت الطوق مع جزء من الاجزاء اللي انا لازقاها او الشكل اللي انا لازقاه. تمام. طبعا في فراغ ما بين كل شكل والتاني، مره بدخل الخيط من الفراغ دوت، ومره بدخل الخيط من شكل الورده او ورقه الورده اللي احنا عاملينها دي. تمام. مره كده ومره كده، مره من الفراغ ومره من ورقه الورده. تمام. وبلف بالشكل اللي احنا شايفينه. طب احنا حابين نلزقه ممكن نلزقه، بس انا حبيت اعمل كده ان انا يديني شكل ومختلف عن عن العاده اللي احنا بنعملها. بس بالنسبه للجزء ده عشان السلك بتاعي بيبقى رفيع، لما بنيجي نلزق مش بنكتر الشمع، يا دوبك بنحط شمع بسيط جدا، ده لو انتوا مش حابين تعملوا الخطوه دي. جبت عندي ده خيط مضفر، انا حاطه ده خيط اللي هو الكروشيه، وحطيت 6 اجزاء جنب بعضهم وضفرت كل 2 مع بعض، بقى معايا بالعرض ده. وابتدي الف الدوران بتاع القاعده اللي انا شغاله عليها. تمام كده. جبت عندي شويه استرسات هنا برضو اختياري وحسب الذوق، فبلف هنا وبلزق كل فص كده استرس في الجزء اللي احنا شايفينه ده. تمام. بس كده دي يعتبر فكرتي، ما فيهاش اي حاجه وما خدتش زي ما قلت لكم خامات، بسيطه وسهله جدا ومسليه كمان في الشغل. يا رب تكون عجبتكم، اتمنى ان انتم ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه. عندي هنا الفكرة التانية، ده رول اللي هو الكرتون اللي بيبقى مع ورق الزبدة والفويل والحاجات دي. خدته كده وباخد منه بالمسطرة طول 16 سنتي، وبحدد بعمل لنفسي كده دوران، يعني بظبط الدوران كده بأي حاجة مع عندي عشان اقدر بس اقص المقاس مظبوط. وبعد كده قصيته عن طريق المقص او طريق قطر اي حاجة. هثبت طبعا، بقفل من ناحية من النواحي في العمود بتاعي او الرول من ناحية واحدة بالكرتون. جبت عندي بواقي قماش، وعندي هنا دلوقتي هبتدي اغلف الرول بتاعي من القاعده ومن اللي حوالين الرول بتاعي كله. بوزع دبل فيس، وبعد كده ببتدي الزق القماش، ممكن نلزقه باي ماده لاصقه موجوده عندكم. تمام. بالشكل ده. طبعا انا الطول بتاعي 16 سنتي، الرول انا مخليه قطعه القماش الطول 18 على اساس ان انا في 2 سنتي زياده هدخلهم من الداخل عشان بس نداري بيهم شكل الكرتون. تمام.
بوزع بالشكل دوت شمع وبدخل الزياده معايا من جوه بالطريقه دي. طبعا زي ما قلت لكم نسقوا الالوان زي ما انتوا عايزين في اي فكره احنا بنعملها مع بعض. نفس السلك اللي انا استخدمته في الفكره الاولى هستخدمه هنا، وبقص كده جزء 10 سنتي ونص من نفس السلك. عندي هنا الوان اللي هستخدمها اللون الاحمر وبرده اللون الاوف وايت. هلف كده معايا على الجزء ال10 سنتي ونص ده باللون الاحمر كده بالشكل ده. هعمل ايه هنا دلوقتي؟ عندي هنا انا مجهزه مجموعه مع بعض كده، وابتديت ان انا اخدت العود اللي انا لفيته وهتنيه اطبقه برده على الرول بتاعنا زي ما انتوا شفتوا كده. ومجهزه معايا مجموعه اقل منها، طبعا مجموعه 10 ونص ومجموعه 9 سنتي. المجموعه الاولى اللي هي ال10 ونص اللي انا بلزقها دلوقتي معاكم دي بثبت كده زي ما احنا شايفين. ويفضل ان انا بحط الشمع على الجزء قطعه السلك زي ما انا بعمل في الجزء ده، وبعد كده ببتدي ان انا اثبت. بس ده عشان ما احط الشمع زياده وانا بلزق، لو انا حطيته على الرول مباشره ممكن يحط يزيد مني الشمع شويه، فالافضل ان انا احطه على قطعه اللزق او قطعه السلك. وبلزق بالشكل دوت، وطبعا بلزق ما بسيبش فراغات، يعني بسيب مسافات بسيطه ما بين كل نص دايره والتاني، تمام. انما في الاطراف ما بسيبش فراغات. لفيت الدوران كله بالشكل دوت، وبعد كده هبتدي اجيب الجزء اللي هو 9 سنتي والزقه. انا طبعا هبتدي في الجزء التاني، يعني انا مثلا لو هبتدي بالجزء الاحمر هيبقى انا هلزق قصاده اللي فوقيه له اوف وايت، فاهميني ازاي؟ يعني انا اللي تحت هبتدي من اللي تحت لونه اوف وايت، يبقى اللي فوق هبتدي بيه لونه احمر، تمام، عكس بعضه يعني. وابتدي ان انا الف الدوران برضو بتاعي كله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فكرة برضو لذيذة وسهلة جدا. احنا هنا مستخدمين طبعا سلك الدش او سلك الكهرباء، اي سلك متوفر عندنا بنستغله ونشتغل بيه، تمام. جبت هنا طرفين الخيط وابتديت ان انا الزقهم مع بعض واثبتهم في الوسط كده، وبعد كده هبتدي ان انا الف الخيط على بعضه عشان يديني شكل مموج زي ما احنا شايفين كده. بلف كده بالطريقه دي عشان يديني الشكل ده، وبلفه حوالين في الجزء ده. طبعا ممكن هنا نغيره بالخيط ده بشريط، اي شريط استرس عندكم او شريط تزيين حسب هنا ذوقكم زي ما تفضلوا. بس انا حبيت ان انا ما ادخلش فيها اي حاجه، كله هيبقى من نفس الخيط. وهلف برضو حوالين الدوران بتاعي الاطار او الرول بتاعي من فوق، تمام كده. بس كده دي يعتبر برضو فكرتي دي. بقى انا هنا هوريكم انا عامله زي فرع كده من كور البومبوم، نقدر نحطها فيه، او ممكن لو عندنا ورد من البيت اللي هو الورد البلاستيك نقدر نستخدمها، تمام. يعني الاتنين دي كور بومبوم انا لازقاها في اعواد خشبيه بالشكل ده. بس كده دي كانت افكاري للنهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم فيديو النهارده ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.